على الانستجرام الصفحة بتاعته الرسمية على انستجرام ان هو بينافس محمد رمضان علني، وكتب: يا ايرون انت صنعتها وانا في مصر ركبتها. طبعا محمد رمضان كاتب ان هو مدفع رمضان هيجي في رمضان 2025. طبعا كلنا عارفين ان رامز جلال بيجي برنامجه طبعا بعد الفطار على طول. محمد رمضان برضو برنامجه قال ان هو على دي ام سي بعد اذان المغرب على طول هيبقى موجود على دي ام سي. طبعا كلنا بنحب محمد رمضان وبنحب رامز جلال، بس مش عارفين احنا هنتفرج على ايه. بصراحة انا بحب رامز جلال جدا، متعودة عليه، متعودة ان هو بيبقى موجود على الفطار. بس طبعا بما ان محمد رمضان يعني غايب بقاله سنتين، فطبعا كلنا هنبقى متشوقين ان احنا نعرف هو هيقدم لنا ايه السنة دي. طبعا مفيش حاجة رمضان يعني ما بتبقاش ناجحة، يعني اعتقد ان هو البرنامج ده هيبقى ناجح جدا. وطبعا كلنا هنشوف وهنكتشف مع بعض البرنامج فكرته ايه. مش عارفة فكرته ايه، بس هو نزل في اسكندرية وبيتصور هناك كتير. علي كده شويه قوم اقف زي ما احنا. يلا باذن الله. يلا ايوه يا حمو. مبروك يا حاج. ارجع يلا يا مبروك يا حاج. مبروك يا حاج يا عم. ده مصيبه. ارجع ورا. ارجع ورا يا بيخا. ارجع ورا. ارجع ورا يا عمنا. يا عم بصراحة لقطة حلوة قوي من محمد رمضان، بصراحة عجبتني اللقطة دي جدا. يعني ان هو بيراضي الناس التعبانة الشقيانة. بصراحة لقطة حلوة جدا، عجبتني اللقطة دي قوي. حاسب ياسر. يا خلاص بص ده. طبعا هنا كان الراجل ماشي، وهو الراجل اتفاجئ طبعا من محمد رمضان هنا، والتاني بص يعني فرحة يا جماعة مستوعبة بجد والله العظيم. يعني بجد ربنا يراضي محمد رمضان زي ما هو رضاه بجد والله العظيم بجد. يعني انك تراضي تكبر بخاطر حد دي حاجة كبيرة جدا بجد والله. وربنا يكبر بخاطر كل الناس اللي بتكبر بخاطر الناس بجد. يعني الكلمة الطيبة صدقة يا جماعة والله. هنا بقى طبعا يا جماعة يعني بصوا محمد رمضان، بصوا يعني مكتسح شوارع مصر. انا متهيألي الناس مش هتروح تفضل واقفة لمحمد رمضان.